هذا السيد رئيس الحكومة أنا حشمت في بلاصتو، لاحظتي وأنا ما جاوبتوش ملي قال عاوتاني هذا الشيء اللي درنا حنا في عام أكثر من هذا الشيء اللي داز 10 سنين. هذا ما أنا حشمت. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو قل ما شئت. أنا دابا حشمت في بلاصتو. واش باقي أنت أسيدي واخا طيب أنت درتي مزيان، واش ما كتشوفش شنو وقع في المغرب؟ الناس اللي ما كانوش كيتكلموا في السياسة اللي ربما خداو من عندك الفلوس باش يصوتوا عليك، خارجين اليوم كيعرضوا بك بل تيتجاوزوا الكلام حتى الحدود الطبيعيه ديالو. انت ولا لا؟ انا بغيت نقول له، وداير راه كتبوا له الناس، شي واحد كتب له بالفرنسيه قال له لينوتيل اتاك دو مسيو اخنوش كونتر مسيو بنكير، ماذا سيدفعك ان تقول هذا الكلام اليوم؟ هل تحل المشكل؟ هل يحل المشكل اليوم إذا قلنا أنه درنا أحسن من هذا؟ بطبيعة الحال بطبيعة الحال هذا حتى هو يمكن نضيفه حتى هو الكذب والبهتان، ولكن هذه المقارنة ما كايناش. بلاتي تدوز 5 سنين إلا دازت لك وتجيب أكثر من ديك 102 اللي جبتي هذه المرة، تجيب أكثر منها وديك الساعة تهضر كي درتي لها. وبلاتي تدوز 10 سنين، الا دوزتي حنا دوزنا 10 سنين وخرجنا، بالحق دوزنا 10 سنين وراه ماشي سهله. والاخوان ديالنا الحمد لله اذا كان يعاب عليهم بعض الاخطاء السياسيه فالجميع ما زال يعترف لهم بانهم ايديهم نظيفه والحمد لله، وسيروا الامور، راهما سيروا الامور. غلطوا في امور اللي احنا عارفينها وقلناها واعتذرنا عليها الى اخره، ولكن هذو الناس ما يزالون مشرفين الى الان في العموم او تقريبا كلهم. فخاصك تستحيي شي شويه السيد رئيس الحكومه، وقابل شغلاتك عوض ما تبقى تعتبر شماعه عبد الاله بن كيران وحزب العداله والتنميه تبقى تذكروا بسوء. راه هذا الشيء لن ينفعك في شيء. وانتبه لهذاك المواطنين، انتبه. علاش تنقول لك انتبه؟ لأننا عشرة هذا السيد تنعرف هذا المنطق. مع الأسف الشديد إذا كان الإنسان تاجرا فقط، تجار، إذا كان تاجرا، تاجر كيشوف الأرباح، ما كينتبهش للحالة ديال الناس. الحالة ديال الناس شنو حكايتهم؟ خاصك تنتبه للحالة ديال الناس. ملي تشوف الناس تيخرجوا لك في الفيديوهات يتكلموا معاك على المطيشه والبصله، ما بقاوش يتكلموا معاك على المحروقات، كيتكلموا معاك على المحروقات وكيتكلموا معاك على المطيشه والبصله وخيزو والبطاطا الى اخره. ملي تشوف هذا الشيء هذا خاصك تنتبه وتشفق على هاد الناس، وتشوف شنو هي التدابير التي يمكنك ان تقوم بها كي تخفف عليهم. حتى واحد السي اخنوش ما غيطلب منك فوق الجهد ديالك، حتى واحد. ولكن الناس راه اليوم ما بقاش، راه ولاو كل شيء تيتكلم وكل شيء تيسمع وكل شيء تيروج الكلام وتيبلغوهم التفاصيل ديال القانون ديال الماليه، ديال المداخيل ديال الدوله، ديال الفائض، ديال وتيسمعوا داك الشيء وتيردوه. وانت دابا ما كتبذل مجهود باش تخفف عليهم، ما كتخرج تشرح لهم. على الاقل خصك تخرج تشرح لهم، او لا الا كنت ما عطاكش الله سبحانه وتعالى البيان، هادشي ممكن فهمتيني ولا لا؟ شوف شي واحد اللي غادي يكون كيتكلم مزيان يخرج يشرح للناس شنو واقع ويكون معهم صادقا. دابا راه كاين واحد الاشكال كبير في السياسه. شنو هو الاشكال الكبير؟ الاشكال الكبير السي اخنوش هو ان الدور ديال الحكومه الاصلي في المغرب ما كتقومش به انت والحكومه ديالك. اشنو هو الدور الاصلي ديال الحكم في المغرب، ديال الحكومه في المغرب؟
الحكومه المغرب الحمد لله عنده الملك ديالو، والملك ديالو عنده ستاف ديالو، كلشي كيعرف هذا الشيء، ان ستاف ديالو اللي تيدبر الشؤون ديال الدوله، والحمد لله على لطف الله. ولكن الحكومه عندها دور، اول دور عند الحكومه انها واسطه بين المواطنين وبين المؤسسه الملكيه. فما يمكنلكش، تيخصك هذا الدور، هذا هو الاساس تقوم به. انت اللي مفروض تفهم، تشرح، تهدم. اذا كانت شي ضربات تمتصها، ايوي هذه هي السياسه السي اخنوش. ماشي السياسه هي، انا ما غنقولكش علاش كتضاعف الثروه ديالك. المغاربه كلهم تيقولوا لك الله يكمل عليك بخير، وان كان انا شويه ما منزعج، حيت كنشوف باللي هذا التضاعف ربما يكون عنده بعض الاسباب اللي ماشي هي هذيك. وراه السي بوانو ما عرفتو فين مشى، راه السي بوانو يعني راه دار توضيحات مؤسفه في البرلمان. انا ما بغيتش نسمع داك الشيء على الحكومه ديالي.